اللي يضمنك هيمرمطك. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف ده بعد الفاصل. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البلوجر. اللي يضمنك هيمرمطك، جملة قديمة بنسمعها من زمان. هل الكلام ده صح ولا مش صح؟ خلينا ناخد مثال على الجملة دي. أنا رحت اشتريت جهاز من شركة معروفة وعليه ضمان سنة. بعمل الجهاز وحش، ما هو عليه ضمان، ما انا في اي وقت هرجعه الشركة وهاخد جهاز تاني او هيصلحوه. خلي بالك الكلام ده ما هواش صح، لانك انت ممكن تروح عشان ترجع الجهاز يقول لك لا ده بسبب سوء الاستعمال، او ممكن تروح عشان ترجع الجهاز تلاقي الشركة قفلت او المصنع ما بقاش موجود. في ناس بتتعامل في حياتها الاجتماعية ومعاملاتها اليومية بالمنطق ده: انا ضامن انك انت مش هتقدر تستغنى عني، فانا هفضل ادوس عليك على قد ما اقدر، ما انت كده كده قاعد وكده كده ما عندكش حل تاني. ده كلام وهمي، ده كلام خيالي، لان كل انسان ليه رصيد عند الانسان التاني. انا ليا رصيد عند زوجتي، لو انا بعملها وحش ببدأ اسحب من الرصيد ده كل شوية، بسحب من الحب ده كل شوية، لغاية ما يجي وقت رصيد الحب اللي ليا عندها خلاص بيخلص. بتبدأ هي ما بتدينيش حب، ممكن تفضل عايشة معايا، تفضل مكملة معايا عشان 100 سبب وسبب تاني. يا اما ظروفها المالية وحشة، يا اما مش هتعرف تعمل ايه مع الولاد، يا اما مش هتقدر تروح تعيش في بيت اهلها تاني. لكن هل هي هتديني؟ ما انت ممكن يبقى عندك الجهاز في البيت لكن ما هوش شغال، او بيشتغل بنص كفاءة، او بيشتغل ب20%. هتبدأ تندم وتقول ايه؟ يا ريتني كنت عملت كويس، يا ريتني كنت حافظت عليه. نفس القصة، انا بقول لك من دلوقتي حافظ على الرصيد اللي ليك مع الشخص اللي انت بتتعامل معاه، سواء كان ده صاحبك، سواء كان ده حبيبك، سواء كان ده جارك، سواء كان ده جوزك، سواء كانت دي زوجتك. لازم تحافظ على الرصيد. تحافظ على الرصيد ده ازاي؟ في انك انت ما تزودش في الاخذ من الرصيد ده، ودايما تغذي الرصيد ده. يعني انت مثلا عملتها في مره وحش، حسيت انك انت جيت عليها شويه، او حسيت انك انت جيت على صاحبك شويه، لازم انك انت تعوضه، تعمل موقف تاني تخليه يبدا يحس ان هو غالي عندك، ان هو مهم عندك. خلي بالك مفيش حاجة مضمونة، حتى لو انت ضامن ان الشخص التاني ده مش هيقدر يعيش من غيرك، هو هيعيش معاك لكن بدون قلب، بدون شعور، بدون الاحساس اللي انت حاسه. وخلي بالك النفس البشرية بتشيل الحاجة اللي بتتكسر فيها، ما بتتصلحش، ما بنلاقي لهاش قطع غيار. احنا ممكن نكمل شوية، ممكن نزق قدام شويه، لكن هيبقى في حاجه اتشبخت موجوده عندنا. الزوج اللي بيخون زوجته لما رصيد الستر ربنا بيرفعه، مهما كانت زوجتك محتاجه لك هيجي عليها وقت مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تديك، هتبقى انت في الاخر اللي خسران. نفس القصه، هيجي على جوزك وقت مش هيقدر يكمل، مهما كان انت عندك مميزات حلوه وجميله وعندك سلطه واهلك جامدين واهلك اللي مشغلين وي 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 وي، هيجي عليه وقت رصيدك هيخلص عنده. فحافظي على رصيدك، وما فيش حاجه اسمها الضمان. الضمان ده في حسن المعامله، الضمان ده في حسن العشره، الضمان ده في اننا نستحمل بعض، الضمان ده في اننا ندي وناخد، ناخد حب وندي حب، ناخد مشاعر وندي مشاعر. كان معاكم خالد شهاب.